شباب حركة جين زد 212 في المغرب يشعل هذه المرة فتيل حرب اقتصادية ضد ما يسمى إمبراطورية عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية. شباب الحركة أطلقوا دعوة إلى مقاطعة جميع الشركات التابعة له ولعائلته. فهل ستنتصر إرادة شباب جيل زد؟ وهل يمكن عملياً مقاطعة شركات أخنوش؟ على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الحركة قبل أيام دعوة جاء فيها: في ظل استمرار التسيير الفاشل والصمت المستفز والسكوت عن جرس الإنذار الذي ندقه كل يوم، نقول كفى. ندعو المغاربة الأحرار إلى مقاطعة منتجات شركات عزيز أخنوش رمز الاحتكار وزواج المال بالسلطة. لاقت الدعوة تفاعلاً كبيراً، وشملت قائمة الشركات المستهدفة 12 شركة، أبرزها مجموعة أكوا، الذراع الاقتصادية الثقيلة لعائلة أخنوش، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتمتد استثماراتها عبر قطاعات الطاقة والإعلام والعقار والمياه. شركة إفريقيا، أحد أكبر الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، وواحدة من أبرز رموز الاحتكار حسب المنتقدين. متاجر ميني إبراهيم، وهي سلسلة توزيع تتهم بأنها جزء من شبكة تضخم الأسعار. شركة وازيز، وهي سلسلة مقاه يملكها أفراد من عائلة أخنوش. شركة مغرب أكسجين، تنشط في قطاع الغازات الطبية والصناعية. وأخيراً مجموعة أكسال، تابعة لزوجته سلوى الإدريسي. لكن قبل أن نجيب على السؤال هل يمكن فعلياً مقاطعة شركات أخنوش، من المهم أن نعرف أولاً من هو عزيز أخنوش وما هو سر نفوذه الاقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى امتلاكه للشركات التي ذكرناها سابقاً، تولى أخنوش الذي يبلغ من العمر 64 عاماً منصب رئيس حكومة المغرب في سبتمبر عام 2021. وفقاً لتقرير نشرته مجلة فوربس في فبراير عام 2023، ارتفعت ثروته من مليار دولار في عام 2020 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2022، ليصبح ضمن أغنى 20 شخصاً في إفريقيا. في المغرب هناك من ينظر إلى هذه الثروة على أنها نتيجة لنجاح اقتصادي حقيقي، في حين يرى كثيرون أن الرجل يجمع بين المال والسلطة، ولذلك ارتفعت أرقامه، بينما يغرق المواطن المغربي بين ارتفاع الأسعار والفواتير. وتشير بعض التحليلات أيضاً إلى أن قربه الكبير من القصر عزز مكانته السياسية والاقتصادية، ما أثار تساؤلات حول وجود تضارب للمصالح بين المال والسلطة في المغرب. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها المغاربة إلى مقاطعة شركاته. في عام 2018 شهد المغرب حملة مقاطعة واسعة وغير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت 3 شركات كبرى، من بينها إفريقيا غاز المملوكة لعزيز أخنوش، بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت النتيجة خسائر يومية للشركة قدرت بما يتراوح بين 25 إلى 45% من إيراداتها. أخنوش كان وقتها أيضاً وزيراً للفلاحة، واتهمه البعض باستغلال منصبه السياسي لمراكمة الثروة عبر شركاته الخاصة. وقد أدت هذه الاتهامات وغيرها إلى تداعيات سياسية كادت تهدد تماسك الائتلاف الحكومي وقتها. بعد تصاعد حملات المقاطعة ضد شركاته، عاد عزيز أخنوش في عام 2019 إلى الواجهة بتصريحات اعتبرت تحريضاً على العنف ضد منتقديه، بعد كلمة ألقاها في لقاء حزبه، حزب التجمع الوطني للأحرار، مع مغاربة مقيمين في مدينة ميلانو الإيطالية. ماشي فقط العدل اللي غادي يخص يدير العدل ولا لا جوستيس اللي كدير خدمتها لأن واحد سب ولا هذا. المغاربة خصهم يديروا خدمتهم. المغاربة اللي ناقصة التربية خصنا نعاودوا ليه التربية ديالو. ما يمكنش
لنعد الآن إلى سؤالنا المهم: هل يمكن فعلياً مقاطعة شركات أخنوش؟ لنأخذ على سبيل المثال شركة مغرب أكسجين التي تنشط في قطاع الغازات الطبية والصناعية. الشركة تلعب دوراً حساساً وأساسياً في النظام الصحي المغربي، إذ تعد الموزع الأول لهذه المواد الحيوية. لكن واقع الحال يشير إلى وجود احتكار لهذه المؤسسة لهذا القطاع. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأكسجين الطبي مادة ضرورية في المستشفيات المغربية، فإن مقاطعتها أمر محفوف بالمخاطر وقد يؤثر سلباً على الصحة العامة. وهذا الأمر يجعل المقاطعة تحدياً كبيراً. علاوة على ذلك، قد تكون هناك صعوبات قانونية عدة، مثل ارتباط هذه الشركات بعقود حكومية. وهنا يطرح السؤال: هل آن الأوان للفصل الواضح بين السلطة والمال في المغرب ووضع حد للتداخل الذي يجعل من النفوذ الاقتصادي بوابة للنفوذ السياسي؟ وهل يستطيع شباب جين زد 212 أن يفتح هذا الملف الشائك ويدفع نحو رقابة حقيقية على تراكم الثروات في يد من يملك القرار؟